يمكن الزمن عدى بيا أسرع ما كنت متخيلة، ويمكن العمر علمني حاجات كتير ما كنتش فاهماها وأنا صغيرة، وعرفت إن أحسن حاجة في الدنيا إن الإنسان لما يغلط يعترف. يعترف من غير لف ولا دوران، من غير ما يبرر لنفسه، ومن غير ما يرمي غلطه على غيره. الاعتراف بالغلط مش ضعف، ده قوة، لأنه أول خطوة عشان نصلح اللي بوظناه، وأول باب ربنا بيفتحه عشان يغفر لنا. أنا غلطت وغلطتي كانت كبيرة، ويمكن لو كنت اعترفت بدري كان كل شيء اتغير. أنا فاطمة، عندي 78 سنة. تعال أحكي لكم قصتي. يا راجل، فاطمة عايزة تكمل تعليمها، البنت شاطرة والله والمدرسة بتشكر فيها. يا ولية، ايه لازمة التعليم؟ ده صرف فلوس على الفاضي. يا سيد الناس، ده العلم نور، ويمكن التعليم يفيدها في يوم من الأيام. ولا أحسن ولا زفت. أعلم الولاد ماشي، دول هيشيلوا اسمي وهيشتغلوا، إنما البنات أعلمهم ليه؟ عشان تشتغل وتجيب لجوزها فلوس؟ لا، ما يحصلش، البنات للجواز بس. بس يا أبو فاطمة، البنت غاوية التعليم. ومن إمتى يا ولية إحنا بنسمع كلام العيال؟ كلمتي هي اللي هتمشي، وأي حد هيجيلها هوافق عليه. خليها تخف المصاريف شوية عليا. طيب يا أبو فاطمة، العيال بقالهم فترة بيقولوا عايزين لحمة، حتى لو تجيب لهم نص كيلو. لحمة ايه بس؟ هو احنا فاتحين جزارة كل شوية لحمة؟ ابقى اعملي لهم عدس، العدس بروتين وهو أرخص ويأدي الغرض. طيب كنت عايزة بيض. مش بياكلوا لحمة يبقى ياكلوا بيض يا سيد الناس. بيض يا ولية؟ هي الفرخة بتبيض ببلاش؟ وبقولك ايه، اوعي تطلعي السطوح وتاخدي البيض، انا مش مغفل، انا عارف فراخي بتبيض كام بيضة، بدل ما تاخدي علقة مني زي المرة اللي فاتت. دول للبيع مش للأكل. كبرت وكبر جوايا إحساس واحد بس، وهو الهروب. أول عريس خبط على الباب وافقت على طول، ما استنتش، ما فكرتش وما سألتش نفسي بحبه ولا لأ. كان سواق نقل وغني، وده كان كفاية قوي بالنسبة لي، وما كانش مكمل تعليمه يعني زيي بالظبط. بخل أبويا خلاني أبص للجيب قبل ما أبص على القلب، ووافقت وتمت الخطوبة، واتفقنا إن الجواز بعد شهرين بس من الخطوبة. يا بنتي، لو انتي مش عايزة الجوازة دي ومش مرتاحة قوليلي، أنا هحاول مع أبوكي وأكلمه تاني. لا طبعا أنا موافقة. انتي فاكرة إن أبويا غصبني على الجوازة؟ لا خالص. أنا موافقة عشان هو غني وهيعيشني عيشة الناس العادية، آكل وأشرب وألبس وأخرج، وأعيش بقى العيشة اللي انتوا حرمتوني منها. أبويا راجل ظالم، وانتي مغلوبة على أمرك وملكيش كلمة. أنا نفسي أخرج من البيت ده وما أرجعش تاني هنا أبدا. كرهت كل يوم قضيته هنا، تعبت بجد من الحرمان. عندك حق يا بنتي، عيشتكم هنا كانت صعبة. والله يا بنتي لو كان في إيدي حاجة كنت عملتها لكم، بس كنت أضعف من إني أغير أي حاجة. إيه يا ست فاطمة، البيت منور ليه كده؟ هو القمر طالع بدري؟ الله على كلامك الحلو. قولي بقى، جايب لي إيه معاك وإنت جاي؟ قلتلي امبارح نفسك في فراولة، جبتلك صندوق، وجبتلك لحمة وفراخ لزوم العزومة. كل ده كتير قوي. انتي بس تأمري وانا اجيبلك واكتر من اللي انتي عايزاه كمان. وبعدين انتي مراتي حبيبتي، وبيتنا لازم يبقى فيه كل حاجة نفسك فيها. انا بس مش متعودة على كده، مش متعودة اطلب حاجة والاقيها قدامي. انتي مش في بيت ابوكي هنا، انتي دلوقتي في بيتك يا حبيبتي، ومع راجل بيحب يكرم مراته. امال انا بتعب في شغلي ليه؟ عشانك وعشان عيالنا ان شاء الله. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، انت اللي ربنا عوضني بيه بعد كل اللي شفته مع اهلي. ويخليكي ليا يا حبيبة قلبي، ربنا يقدرني ويعوضك عن اي تعب شفتيه، وخليكي دايما رافعة راسك ومطمنة. وعدت السنين، وكنت كل لما اسمع جملة مبروك يا ام البنات ابتسم، واقول يمكن المرة الجاية، وخلفت بنت ورا بنت لحد ما بقوا 5 بنات، وما بين كل بنت والتانية سنة أو 2، وكل ده وأنا مستنية الولد. مالك يا فاطمة؟ ليه ساكتة كده وسرحانة مش عوايدك؟ كنت بفكر يا حبيبي إننا نجرب مرة كمان. نجرب إيه يا فاطمة؟ يمكن ربنا يرزقنا بالولد. أنا بحبك ونفسي أفرحك، نفسي يبقى ليك ولد يشيل اسمك ويسندك لما تكبر. ومين قالك يا حبيبتي إني زعلان من خلفة البنات؟ اللي ربنا كرمنا بيه ده نعمة وفضل، كفاية كده عشان صحتك يا فاطمة، جسمك تعب. بس يا حبيبي يمكن المرة دي نجيب الولد.
لو ربنا يا فاطمة كان شايف في الولد الخير كان عطاهولنا. ربنا قادر على كل شيء، بس ده أمر ولازم نرضى بيه. وبعدين أنا البنات عندي بالدنيا كلها، هما وانتي كل اللي ليا في الدنيا. يعني يا حبيبي مش ناقصك حاجة؟ كل همي في الدنيا إني أشوفكم بخير، ومش عايز حاجة تانية أبدا. قوم يا حبيبي هتتأخر على الشغل. مال نومك تقيل النهاردة كده؟ انت شكلك كده تعبت نفسك امبارح في الشغل. مالك يا حبيبي؟ تعبان؟ خلاص بلاش شغل النهاردة، ريح، الدنيا مش هتطير. حبيبي مش بترد عليا ليه؟ ايه رأيك تريح النهاردة؟ محمود، محمود، قوم بقى ما تقلقنيش. محمود، محمود. لا، لا يا ربي لا. البقاء لله. حضرتك هو اكيد مغمى عليه، بس طيب شوف تاني كده، اكيد محتاج نسعفه. ربنا يصبرك، الوفاة حصلت من ساعات نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب. كنت فاكرة ان الموت بيجي بعد مرض، بعد انذار، بعد فرصة نودع، لكن جه فجأة. جبت دكتور ورا دكتور، كنت مستنية حد فيهم يقولي هنسعفه، بس ده لسه عايش. لكن الحقيقة كانت قاسية قوي. مات، مات وسابني لوحدي أنا وخمس بنات، ودنيا فجأة بقت أوسع من قدرتي. يا ماما هو احنا هنعمل ايه من غير بابا؟ هنعمل اللي لازم يتعمل يا بنتي، أنا معاكم وأنا وبس اللي هربيكم. بس يا ماما في ناس قالتلك تتجوزي عشان حد يصرف علينا. اسمعيني كويس يا فاتن، انت أكبر اخواتك وهتفهمي كلامي كويس. أنا مش هتجوز، مش هجيب لكم جوز أم يتحكم فيكم ولا يكسر نفسكم. انتم أمانة في رقبتي، ومفيش راجل غريب يدخل بيني وبينكم أبدا. بس هنعيش ازاي يا ماما؟ في معاش أبوكم هيكفينا على قدنا، وكمان هشتغل. أنا شاطرة في الخياطة، أفتح شغل من البيت هنا وأخيط للناس، أشتغل ليل ونهار، بس المهم إنكم ما تحتاجوش لحد. طيب الحمد لله يا ماما إنك مش هتتجوزي، كنت خايفة قوي، بخاف يبقى في راجل غريب عايش معانا، أو إنك تمشي وتسيبينا لوحدنا. أسيبكم لمين بس يا حبيبتي؟ انتم روحي، وأنا لو تعبت استحمل، ولو اتكسرت هقف من تاني عشانكم. وطول ما أنا عايشة محدش هيقرب لكم أبدا، وهنعدي الأيام الصعبة سوا. السلام عليكم يا أم البنات. وعليكم السلام. أنا عارف يا ست الكل إن يمكن الوقت مش مناسب، بس أنا داخل البيت من بابه. أنا راجل مقتدر والحمد لله ونيتي خير، ولو تقبلي بيا كزوج أكون سند ليكي وللبنات. أشكرك، بس أنا مش بفكر في الجواز خالص. أنا هربي بناتي لوحدي وده كل تفكيري. بس يمو البنات الدنيا صعبة، وانت لوحدك وخمس بنات مسؤولية كبيرة. الجواز في حالتك مش أنانية منك، بالعكس ده سعي لمصلحتهم. راجل في البيت يحميهم ويصرف عليهم ويخفف عنك الحمل. الحمل ده أنا شيلته برضا، وبناتي أمانة وأنا قدها، وأنا مش هحرمهم من أي حاجة. بيتي واسع وحالي مستور وأقدر أعيشكم عيشة مرتاحة. فكري بعقل مش بقلب موجوع. أنا فكرت وقررت، الحمد لله. أبو البنات سايبني مستورة، معاشهم كفيني. يعني ده قرار نهائي؟ طيب خدي وقتك وفكري. أنا مش محتاجة وقت، ده قراري النهائي. أنا اخترت أكون أم وبس. بصي يا فاطمة، أنا جايلك في موضوع خير. في راجل من الشارع اللي ورا محترم وبيسأل عنك، كان يعرف جوزك الله يرحمه وسمعته طيبة. خير إن شاء الله. ماله الراجل ده؟ عايز إيه؟ عايز يتقدم لك، وبلاش ترفضي المرة دي كمان وتعملي زي كل مرة، دي فرصة حلوة. وبعدين انت لسه صغيرة، دول اللي قدك لسه ما اتجوزوش أصلا، هيصرف عليكي وعلى بناتك. زي ما قلتلك قبل كده يا حاجة، أنا مش بفكر في الجواز خالص. ليه بس يا بنتي؟ هو حرام يعني لما تلاقي راجل يسترك ويسندك؟ ووجود الراجل في البيت ده أمان، ده بيقولوا ضل راجل ولا ضل حيطة. الأمان لبناتي إن ما أجيبش ليهم جوز أم، خصوصا إنهم بنات. أنا مش هغامر براحتهم عشان أريح نفسي. يوه يا فاطمة، ده انت عنيدة قوي. أنا عايزة أقعد معاكي شوية ونتكلم. أنا عمري ما أخلي شغل ياخدني منكم أبدا. بصي يا حبيبتي، اعتبريني صاحبتك، احكي لي كل حاجة حصلت في يومك، ما تخبيش عني حاجة. حتى لو في يوم عملتي حاجة غلط قوليلي وأنا هساعدك نصلح الغلط ده قبل ما يكبر. ما تقلقيش عليا يا ماما، أنا بعرف أتعامل، ولو في حاجة مهمة أكيد هحكيها لك. أنا بس لما بتأخر وأنا راجعة من الدرس عشان بصور ورق وبذاكر مع صحابي حاجات مهمة في المنهج، يعني مش بعمل حاجة غلط.
لا يا حبيبتي، أنا واثقة فيكي طبعا، بس دايما بحب أطمن عليكي انتي واخواتك إنكم مش ناقصكم حاجة ومفيش أي مشكلة معاكم. لا لا يا ماما، اطمني خالص. ومرت السنين وبناتي اتخرجوا واتجوزوا بنت ورا بنت. كنت ببقى زعلانة على فراقهم، بس فرحتي بيهم كانت الغالبة. كنت ببقى فرحانة قوي لما أجوز واحدة منهم وأشوفها سعيدة، وأحس وقتها إن تعبي وعمري اللي راح عليهم جه بفايدة. ده كان هدفي الوحيد في الدنيا، أوصل بيهم بر الأمان وأشوفهم متعلمين ومعاهم راجل يكون سند ليهم وأمان. بس بعد جوازهم ما كانوش بيزوروني، كأنهم مصدقوا طلعوا من البيت. كنت من جوايا زعلانة على بعضهم عني. ولا سؤال ولا تليفون ولا زيارة، إلا واحدة بس منهم ربنا عوضني بيها، وهي بنتي زينب. انتي الوحيدة يا زينب يا بنتي اللي طمرت فيك التربية. دايما بتسألي عني وتاخديني للدكتور لو تعبت، وتنضفي لي البيت حتى وانتي لسه ابنك صغير ومحتاجك. روحي يا بنتي، ربنا يكرمك بحق الخير اللي بتعمليه معايا يا ماما. اللي بعمله ده حقك عليا، وانا واثقة انه ولا حاجة بالنسبة للي عملتيه معانا. كفاية انك كنتي لسه في عز شبابك ورفضتي الجواز علشاننا، وتعبتي واشتغلتي. انا مهما عملت معاكي مش هرد جزء من خيرك علينا. اما اخواتي ربنا يهديهم، انا دايما بقول لهم لازم تزوروا امكم، حتى ولو مجرد زيارة. يعني مش هتعملوا مجهود، لا هتنضفوا ولا هتتعبوا في اي حاجة، بس زيارة. انا مش زعلانة منهم، يمكن يكونوا مشغولين بعيالهم. معلش، معذورين. دول عيالي وحتة مني، وعمري ما ازعل منهم ابدا. هما لما هيلاقوا نفسهم فاضيين اكيد هيسألوا عليا. ايوه طبعا يا ماما، انتي اهم حاجة عندي، ولو احتجتي اي حاجة انا موجودة. انا هقوم بقى عشان ابدأ في تنظيف البيت واعمل لك الاكل اللي بتحبيه، وبعدين ارجع بيتي. زينب اكتر واحدة حنينة ببناتي راحت مني، وانا السبب. انا اللي نزلتها تجيب لي طلبات البيت، وهي راجعة العربية خبطتها. يا ريتني ما طلبت منها حاجة، كان زمانها لسه عايشة وكانت هتفضل سند ليا. انا مش قادرة على فراقها ولا عارفة اعمل ايه من بعدها. هي اللي كانت دايما تسأل عليا وتشوف طلباتي لو تعبانة. واخدت ابنها ادم اربيه، ده من ريحة بنتي. حتى ابوه اتجوز وعاش حياته ونساه. ومرت السنين، وآدم ابن بنتي زينب كبر قدامي وبقى راجل أفتخر بيه، وطمرت فيه التربية زي أمه. آدم كان بار بيا قوي، وأنا حبيته كأنه ابني اللي مخلفتهوش. أنا نفسي أعرف ليه خالاتي بيعملوا كده، مش بيزوروكي، وحتى لو جم بيعاملوكي معاملة وحشة. وأنا مش بستحمل اللي بيقولوه ولا اللي بيعملوه، بس ساكت علشانك وعشان صلة الرحم ما أقدرش أقطعها. معلش يا آدم، هما طلعوا جاحدين معايا عشان أنا السبب. انتي السبب ازاي يا تيتا؟ زمان، زمان كان بيت أهلي صعب. أبويا كان بخيل وأمي غلبانة ومش قادرة تعمل لنا أي حاجة غير إنها تستحمل. وعشان كده كرهت الحياة معاهم وما صدقت إني اتجوزت وطلعت من البيت. ولما طلعت من بيت أهلي مرجعتش أبدا، نادرا لما كنت بزورهم، ولا كنت بسأل في أمي رغم إنها ملهاش ذنب، بس عشان كرهت عيشتهم. ما بقتش أحب أزورهم ولا حتى أعدي من قدام بيتهم. وكان واجبي لما كرمني ربنا إني أعوض أمي على صبرها مع أبويا، لكن كرهي للبيت خلاني أبعد حتى عن أمي. ولما كنت بزور أمي كنت بقول لها لما تلومني على غيابي: أيوة يا ماما، أنا مش بحب أجي هنا ولا حتى زيارة. ده أنا ما صدقت أمشي من بيت كله فقر وبخل. أنا عايزة أنسى كل حاجة، عايزة أنسى أب كان بيخاف يرجع البيت لحسن نطلب منه أكل، كان بيخاف نستحمى لحسن الصابونة تخلص، وأبسط حقوقنا في الحياة حرمنا منها. طب خلفنا ليه؟ أنا جاية عشان أقولك يا أمي إن البيت اللي انت قاعدة فيه ده أنا بقيت محتاجاه، عايزة أجوز ابني فيه. مش انتم اللي أخدتم ورثي من أبويا وكمان بعتم شقة أبوكم اللي كنت قاعدة فيها عشان توزعوا الفلوس على نفسكم؟ وانتي وقتها قلتلي عندي شقة جوزي القديمة هديها لك تعيشي فيها انتي وآدم، واديني عملت كل اللي انتوا طلبتوه. أروح فين أنا دلوقتي أنا وآدم؟ مش عارفة يا أمي، روحي دار مسنين أو خلي آدم يتصرف، هو كبر وبقى راجل. اعملوا اللي انتم عايزينه، بس دلوقتي خلاص الشقة تلزمني. أنا قلت وقتها هتعيشي فيها حبة وخلاص، لقيتكم مطولين فيها وأنا دلوقتي محتاجاها.
ماشي، ماشي يا بنتي، هقول لآدم وهسيب الشقة، بس اديني شوية وقت. بس كان أكبر عوض ليا في الدنيا هو ابن بنتي آدم، ما سابنيش لوحدي ولا تخلى عني، وكان مجهز شقته عشان يتجوز فيها، ووقتها قال لي: أنا أول شرط هشرطه على اللي هختارها تكون شريكة حياتي هو إنك تعيشي معانا يا تيتا. إحنا كده كده مش محتاجين شقة خالتي، ربنا يسهل لها. انتي هتعيشي معايا أنا ومراتي إن شاء الله. حتى في عز تعبي وببقى مش قادرة أقوم حتى من مكاني، آدم كان بيخدمني بقلب، عمره ما تخلى عني ولا حسسني إني تقيلة عليه. وحتى لما اتجوز كانت مراته بنت حلال زيه، بتعاملني كأني أمها وتقولي انتي بركة البيت. أنا دلوقتي قاعدة مستنية آخرتي، وبحمد ربنا إنه خلص مني ذنوبي في الدنيا، لأن عذاب الدنيا أهون بكتير من عذاب الآخرة. ربنا ابتلاني بجحود بناتي زي ما أنا زمان كنت جحدة مع أمي الغلبانة اللي ما كانتش تستاهل مني البعد والقسوة دي. ولما ربيت آدم، وربنا يعلم إني ربيته بحب ورضا، ربنا ردلي الخير بخير أكبر منه، خلاه سندي لما بقيت لوحدي وضعيفة وعاجزة. الخير بيترد والشر بيترد، وانت يا بني آدم عليك الاختيار.